يعني مادة، ما انا عارف يا صديقي يا مستر، ما احنا واخدينها في الدرس الاول. المادة هو كل ما له فعلا كتلة بس وحجم ويشغل حيز من الفراغ. تعريف قديم بس بنفتكره مع بعض. طيب يعني ايه بقى يا مستر خصائص المادة؟ انا مش زي حضرتك، وانت مش زي زميلك، وزميلك مش زي زميلك. كل واحد ليه بعض الخصائص اللي بتميزه عن غيره. اهو المواد كده يا صديقي، المواد ليها خصائص. طب ايه خصائص المواد؟ هي مجموعة من الصفات، يبقى كل مادة ولها صفة. ماشي. والمقاييس، وكل مادة بتتقاس بطريقة معينة التي تتميز بها أي مادة عن غيرها. بالبلدي كده إن كل مادة لها صفاتها ولها طرق قياسها بتختلف عن كل مادة. يبقى خصائص المادة كل مادة لها صفاتها فعلا، وكل مادة لها مقاييس مختلفة. عشان كده كل مادة بتتميز عن الأخرى. يبقى أنا كده راجعت معاك المادة وعرفتك يعني ايه خصائص المادة. طيب المواد عندنا ممكن أفصلها عن بعض. خلاص. طيب ايه بقى طرق الفصل؟ خلاص. بص يا صديقي، انا قلت لك كذا مره انا بحاول بقدر الامكان اديك اللي على قد منهجك. خلاص. بحر العلم كبير جدا، تمام؟ فيا ريت حضرتك تبقى عارف ان كل حاجه بناخدها بعد كده ان شاء الله دي هتكون خطوه اللي انت تاخد معلومات اكبر ان شاء الله. تمام. فانت بتاخد على قد حدود المنهج بتاع حضرتك يعني. خلاص. صلى على الرسول. انا عندي طرق الفصل. خلاص. يبقى عندي اي ماده ممكن افصلهم عن بعض، زي حضرتك كده خدها بالتقريب حاجه متجمعه. خلاص. حاجتين متجمعين كده مع بعض، انا عايز بقى افصلهم عن بعض. طيب في كام طريقه من الفصل؟ انا عندي العناصر او المواد الكيميائيه بتتفصل بطريقتين، طريقه فيزيائيه وطريقه كيميائيه. يبقى طرق فصل المواد كام ماده يا صديقي؟ طريقتين، طريقه فيزيائيه وطريقه كيميائيه. واعتقد احنا كنا خدنا سنه 6 الطرق الفيزيائيه دي. الترشيح، ما كان فيه رمل وميه وعايز افصل الرمل عن الميه، كنت بجيب ورقه ترشيح، صح؟ كانت الميه بتنزل والرمل بيتن في ورقه. فعلا شبه المصفى كده في البيت بالتقريب يعني. بعد كده الفصل المغناطيسي خدتها قبل كده لما كان عندنا برادة حديد ورمل، وجبت مغناطيس عشان يفصل الرمل او حبيبات الرمل عن برادة الحديد. بعد كده التبخير والتكثيف لما كان عندي محلول ملحي. تمام. افتكرت معايا كده في سنه 6. خلاص. ومحلول الملح ده زايد في الميه، طبعا ما ينفعش معاه المغناطيس اللي هو الجذب المغناطيسي، وما ينفعش معاه ورقه ترشيح. ما لو حطيت محلول ملح في ورقه الترشيح الميه هتنفذ من ورقه الترشيح بالملح اللي فيها. فكنا بنستعمل حاجه اسمها طريقه الايه؟ التبخير. اللي هي ايه هو التبخير؟ اللي انا بجيب المحلول الملحي احطه تحت درجه حراره. ايه اللي بيحصل؟ درجه الحراره هتعلى الميه هتصل لدرجه الغليان فهتتبخر. كده فصلت مين؟ الميه عن الملح. بعد كده اخد الميه المتصاعده اكثفها فترجع تاني ميه، يبقى كده قدرت افصل الميه عن الملح. طيب الثلاث طرق دولت بنسموهم طرق ايه؟ بنسموهم طرق فيزيائيه. تمام. يبقى الطرق الفيزيائيه زي مين؟ الترشيح. زي مين؟ الفصل المغناطيسي. زي مين؟ التبخير. طيب الطرق الكيميائيه اللي عليك انت يا صديقي حاجه اسمها التحليل الكهربي. خلاص. في طرق تانية الترسيب والتقطير والكلام ده بس مش عليك.